للأسف الشديد هناك بعض الجرائم الغريبة على مجتمعنا، 3 قضايا مختلفة بهن 3 فتيات من الساقطات والتي تتمتع بالسمعة السيئة والمعروف عنهم ذلك. يتم الاتفاق فيما بين المتهمين بعضهم البعض على اصطياد أحد الأشخاص أو أحد الضحايا من أجل الابتزاز والحصول على مبلغ مالي وتصويره عاريا. للأسف الشديد هناك بعض الجرائم الغريبة على مجتمعنا، وتكونت التشكيلات العصابية التي اتحدت إرادتهم على استدراج الضحايا. 3 قضايا مختلفة بهن 3 فتيات من الساقطات والتي تتمتع بالسمعة السيئة والمعروف عنهم ذلك. يتم الاتفاق فيما بين المتهمين بعضهم البعض على اصطياد أحد الأشخاص أو أحد الضحايا من أجل الابتزاز والحصول على مبلغ مالي وتصويره عاريا، أن يقوم باصطحابه واستدراجه لإحدى الشقق أو إحدى المكاتب للأسف الشديد، ويتم الاستثارة الجنسية للضحية، وذلك باتفاق مع هذا التشكيل العصابي، ويقومون بالتصوير في المكان واقتحام المكان على الفور وهن في هذا الوضع المزري المؤسف، ويقوم بتصوير الضحية عاريا وتوقيعها على الأوراق وابتزازه والاستيلاء على معه من أموال، وليكون هذا مستند ضده لاستغلاله لابتزازه مستقبلا من أجل الحصول على مبلغ مالي أو أجل التنازل عن القضايا المتداولة فيما بين الأطراف. 3 قضايا اتحدت إرادة المتهمين فيهم، حققت بمحكمة البرولوس ونيابة البرولوس، ووردت فيهم تحريات إدارة البحث الجنائي ومباحث البرولوس، والتي أكدت اتفاق المتهمين فيما بينهم على استدراج الضحية واحتجازه وتصويره عاريا وتوقيعه على أوراق ثم ابتزازه بهذه المستندات التي كونوها لديهم، إلى أن أسدلت محكمة الجنايات الستار وتوقيع العقوبة على المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في كل قضية من القضايا، ليكون مجموع السجن في القضايا 15 عام. دور الفتاة وهي مختلفة في ال3 قضايا، كل قضية فيها فتاة. دور الفتاة تكون موجودة في المكتب أو تكون موجودة في الشقة وتستدرج المجني عليه الضحية، ثم يقوم هؤلاء الأشخاص بتبادل الأدوار في اقتحام المكان ويتبادلوا الأدوار في الحديث. جريمة منظمة وممنهجة وتواتروا عليها، بدليل أن لدي متهم مشترك في كل القضايا وهو الرأس المدبرة في هذه القضايا، ومعه العديد من الأشخاص الذين يساعدونه على ذلك. فبعضهم يقوم بالتهديد، وبعضهم يقوم بالتصوير، وبعضهم يقوم بالاستيلاء على المبلغ المالي. كل له دور على حسب اتفاقهم الجنائي فيما بينهم البعض. الاتهامات هو استدراج المجني عليه في كل قضية على حدة، واحتجازه بدون وجه حق، وتوقيعه على أوراق بالإكراه، وانتهاك حرمة الحياة الشخصية بتصوير هذه المقاطع واستخدامها في الابتزاز فيما بعد. للأسف الشديد ترتب على ذلك خراب أسر بالكامل، تشرد أسر بالكامل. فماذا يقول أب تعرض في لحظة ضعف لبنته الجامعية أو ابنه الجامعي أو ابنه المسؤول أو ابنه المهندس أو ابنه الموظف أو شقيقته أو عائلته أو ذويه؟ للأسف الشديد هي ضرر اجتماعي باهظ الكلفة وباهظ الثمن، انه يعود بالسلب على العائله وعلى الاسره بالكامل، اذ اننا في المجتمعات الريفيه يمثل ذلك فضيحه كبيره جدا ان يضبط شخص، ولذلك يؤثر الجميع أن عدم الفضيحه والستر والكتمان، وبل يقوم بدفع مبالغ ماليه حتى لا يفتضح امره. رساله اننا في دوله قانون، ومهما كان الاتفاق ومهما كان الترتيب
ومهما كانت الحيطة والحذر المولى عز وجل سيكشف هذا الستر وسيكشف هذا الترتيب. ولدينا أخصائيين على قدر من الكفاءة سواء في إدارة البحث الجنائي بالبرولوس الذين أوجه لهم كل الشكر والتقدير، وعلى رأسهم السيد المقدم محمد عماد رئيس وحدة المباحث بالبرولوس، والسيد رئيس فرع البحث الرائد محمد أبو الخير المقدم محمد أبو الخير الذي أكن لهم كل تقدير والاحترام، والذين ساعدونا في الوصول إلى الحقيقة، وأن كل ضحية يجب أن يحتاط وألا ينساق وراء الرغبات وراء الشهوات ووراء الساقطات. النهاردة الذين تخصصوا وما أكثر ذلك الذي يسعى وراء الرغبة أو وراء الشهوة عن طريق فتاة ساقطة تودي به بحياته وبمستقبله وبأسرته، لكن عزاؤنا أننا في دولة قانون ولدينا رجال قانون على قدر من الكفاءة نباهي بهم القضاء المصري في كافة المحافل الدولية، نستطيع معه الوصول إلى الحق، وقد كان الحكم هو عنوان الحقيقة في هذه القضايا.